أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهاردة منتج غريب، منتج جديد، منتج عملي جدا للطلبة والناس اللي بيحبوا الأبحاث والاستكشافات الجديدة. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن ميكروسكوب إلكتروني بيكبر لك الحاجات الصغيرة جدا، وبيوريك تفاصيل انت مش هتقدر تشوفها في اي حاجة تانية، او حتى بالعين المجردة، او حتى بعدسة الموبايل. طيب هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاميرا وفيها زوم قوي جدا. هفتحه دلوقتي وهنشوفه كلنا مع بعض. واضح كده عندنا في الكاميرا. انا جايب لك المواصفات بتاعته والحجم بتاعه والمقاس بتاعه، وبيقدر يسيف الصور والفيديوهات بأي طريقة بالظبط. بيصور الصور بامتداد الجي بي جي، تمام، والفيديوهات بالاي في اي، وفي امتداد تاني كمان للصور اللي هو البي ام بي. بيكبر قد ايه؟ هو الوزن بتاعه 200 جرام. وفي حبة إمكانيات ووظائف كمان هو كاتبها لك إنه بيشتغل كمان على اللاب وعلى الكمبيوتر، الويندوز 7 ويندوز 10. هنفتحه دلوقتي ونشوف الإمكانيات بتاعته عاملة إزاي. ده الحجم بتاعه. الميزة فيه كمان أنت كده بقى عندك معمل في البيت. الناس بقى اللي شغال بيدرسوا في علوم، والطلبة اللي بيحبوا العلوم، تقدر تكبر بيها أجسام صغيرة جدا، سواء إلكترونية، سواء مثلا في البشرة، سواء في الحشرات، سواء في الزرع. تشوف بيه العملات المزورة. عندك في البيت تقدر تستخدمه في الحاجات دي كلها. الحجم بتاعه صغير جدا، زي ما احنا شايفين. الكابل بتاعه بيبقى معاه يو اس بي، وده الجسم بتاع الكاميرا او الميكروسكوب. ويبقى في هنا بريس، وهنا في بريس الناحية التانية، وده التكبير بتاعه. كاتب لك ان هو من 50 اكس ل 1600 اكس. ده التكبير بتاعه، واضح كده هنا في الكاميرا. من 50 اكس ل 1600. بقدر اكبر عن طريق البكرة دي كده، بسحب واحدة واحدة. وهنشوف دلوقتي، هشغله لكم ونشوفه مع بعض. وده الحامل بتاعه. وفي ايه تاني؟ في معاه الوصلة المايكرو عشان خاطر لو حابب توصله بالموبايل بالوصلة دي. وفي وصلة تانية هنا تايب سي عشان لو عايز تحوله من اليو اس بي اللي هو جاي بيها الى التايب سي. يبقى معاه الكتالوج، ومعاه السلاية اللي عليها البرنامج اللي هتشغلها على اللابتوب او الكمبيوتر. ومعاه هنا ورقة شفافة، أعتقد دي بتحط مثلا عليها عينة أو دم أو حاجة، وتقدر تعينها كويس، أو يقول لك مقاساتها قد إيه بالظبط. ده كده الحامل بتاعه، بيركب فيه الميكروسكوب بالمنظر ده كده، تمام. وهنا في زي بكرة كده تقدر تربط بيها عشان خاطر ما يتحركش من المكان اللي انت مثبته عليه. هنفتحه دلوقتي هنوصله باللاب او بالموبايل. هنجرب الاول على الموبايل. طبعا هو جاي معاه كتالوج ومعاه كيو ار كود كده. المفروض ان الكيو ار كود دوت احنا بنعمل له سكان وينزلنا الابليكيشن. انا لما جربت للاسف ما جابليش الابليكيشن بتاعه. يعني هو جاي نزل ابليكيشن فعلا وعليه نفس الرسم والكلام ده، بس ما مرضيش يشتغل. فهل في مشكلة في الابليكيشن ذات نفسه، او في تحديث ولا ايه؟ مش عارف. بس انا قدرت اجيب ابليكيشن تاني، هقول لكم عليه برضو في الفيديو. بكل سهولة قدر يشغل الميكروسكوب. الابليكيشن اسمه انا نزلته طبعا من الاب ستور او من البلاي ستور. هقول لكم اسم الابليكيشن ايه. اسمه AN 98. واضح كده عندكم هنا في الكاميرا اسم الابليكيشن AN 98. ده اللي هيقدر يشغل لي الميكروسكوب عن طريق الموبايل بكل سهولة. طيب ده الكتالوج بتاعه، تمام. ده المفروض ان هو الابليكيشن بتاعه، بس للاسف مرضيش يشتغل. لو انتوا عرفتوا او قدرتوا تجيبوا ابليكيشن تاني، ياريت تكتبوا لي في الكومنتات. ده طريقة التشغيل بتاعت الابليكيشن. بس انا لما فتحت الابليكيشن زي ما بقول لكم، لقيت ان هو بيشتغل مع الاصدار
اللي فيه واي فاي، يعني اكيد في اصدار غير ده بيشتغل عن طريق اللاسلكي او الواي فاي. لقيت ان هو بيشتغل بالطريقه دي. طيب احنا دلوقتي هنبدا نستخدم الجهاز. فتحت الابليكيشن، وصلت القطعه دي اللي بتخلي تحول من اليو اس بي لتايب سي، وهنركب كده. لقينا الميكروسكوب نور، وهنا بيقول لي السماح، هقول له السماح. فتح لي ايه؟ طبعا الكاميرا بتاعت الميكروسكوب على طول. طيب احنا عايزين نقرب بقى اي مجسم كده عشان خاطر نشوف الدقة بتاعته. طبعا انتوا هنا شايفين في الكاميرا ان القطعة الالكترونية دي في هنا عليها مقاومات وحاجات الكترونية ضعيفة جدا، انا مش قادر اشوف ايه اللي مكتوب عليها. اما نقرب كده المجسم ده او القطعة دي هنا في الميكروسكوب، ونبدأ نشوف الزوم بتاعها كده. ده واضح هنا عندي في الكاميرا. تمام. الحاجات اللي موجودة عليها اسمها ايه او مكتوب عليها رموز ايه بالظبط. طبعا حاجة زي كده هتبقى مفيدة جدا للناس اللي شغالة في صيانة الأجهزة الإلكترونية دي. بكل سهولة هيقدر يشوف العطل بتاعه فين، هيقدر يجيب مقاومة تانية أو حاجة تانية إلكترونية بدل القطعة اللي تالفة دي. هيقدر يشوف ايه هو الجسم التالف أو المحروق بالظبط. أنا بحاول أمشي واحدة واحدة أهو. مش عارف الإضاءة كويسة كده عندكم هنا في الكاميرا ولا لأ. لحظة واحدة. أنا زودت إضاءة الموبايل عشان تبقوا شايفين كويس، بس أنا هنا بعيني، يعني عيني شايف بيها كويس الشاشة، لكن هنا في الكاميرا مش وهي كده وضحت شوية. تمام. لو حددنا كده القطعة دي بالظبط، بصوا شايفين اللحامات عاملة ازاي. دي قطعة معدنية في جنبيها اهو. بص اهو، في هنا زي مكثف اهو، واضح عندكم مكتوب عليه 200. وهنا في لحامات. تمام. نشوف كده ظهر القطعة دي هنا، واضح ان في برضو لحامات صغيرة جدا هنا. تمام. والبوردة مكتوب عليها NER، وجنبيها رقم 001. تمام. حاجات كده انا اصلا لو شفتها بعيني انا مش هشوف حاجة خالص، مش واضحة خالص. فطبعا هيبين لك حاجات انت مقدرش تشوفها بعينك المجردة. طب ده بالنسبة للقطعة الإلكترونية. احنا هنجيب كده البشرة بتاعة الإيد. بص بقى التكبير بتاع الإيد عامل ازاي. برضو مش واضح عندكم هنا في الكاميرا، كده واضح شوية. بص احاول اكبر لك اكتر. كده راحت، هنرجع تاني. بص التكبير بتاعها بقى عامل ازاي. طب نحاول نكبر اكتر. طبعا الناس بقى اللي في علوم تقدر تستفاد جدا بحاجة زي كده، بحيث ان هو ممكن يجيب صور دقيقة لحشرة مثلا. آه يفحص حاجة فيصورها فيديو او يصورها لقطة. طبعا بالبرنامج انا ممكن ادوس على الزرار ده كده دلوقتي اسجل كل اللي انا بعمله ده فيديو. بص شايف العرق طالع منين، وشايف الشعراية بقى حجمها عامل ازاي. انا كده بتنقل بالعدسة. عايزين برضو نجيب قطعة او عينة ل آه بص التصوير. العدسة بتاعته دقيقة جدا وصورة صافية قوي، يعني انت ممكن تعمل لقطات وصور بحاجة زي كده. بص العرق بيطلع من البشرة ازاي، سبحان الله. طبعا انا مش حاسس بيه، بس هي العدسة جايباه يعني متقرب قوي. بص بس انا مش حاسس بيه. يعني انت لو شفت كده ايدي، لا مفيش فيها حاجة خالص. هوريلكم برضو لما بيتوصل بالكمبيوتر، وجايب لكم كده برضو معايا قطعة من الفاكهة، عايز اوريها لكم برضو تحت العدسة تبقى عاملة ازاي. بتفضل برضو ترجع بالبكرة واحدة واحدة لحد ما تجيب أقصى حاجة أنت مستريح لها أو أنت شايفها إن هي كده واضحة. بتهيألي دي كده أقصى حاجة أهو.
اهو كده، دي اعتقد ان دي اقصى حاجة فيها وضوح، اقصى درجة. تمام، تقدر بقى تاخد لقطات بقى بالريس ده كده. تمام، او تسجل فيديو. فاحنا كده عشان خاطر ما ننساش اسم البرنامج ايه، اسمه اي ان 98. تمام. انا كده جايب لكم هنا كده فاكهة، عايزين برضو نشوفها تحت الميكروسكوب عاملة ازاي. بص، انت هتشوف بيه تفاصيل عمرك ما شفتها في حياتك، ولا حتى انك المجرد تشوفها. تمام، دي قطعة الفاكهة اهي، وانا حاططها لكم تحت الميكروسكوب بالمنظر ده. تقريبا هنا في شوائب هنا كده مش كويسة، المفروض تتغسل احسن من كده. سبحان الله. مش عايز اطول عليكم برضو، اخر حاجة كده حاولت اجيب يعني قطعة من المانجا تلفة. هقطع لكم حتة ونشوفها كده، نشوف في حاجة بتتحرك فيها ولا لأ. مش عارف، في إضاءة زيادة أنا شايفها مش قادر أوضح بيها. هي كده تقريبا أوضح صورة. هنوصله دلوقتي بقى بالكمبيوتر، وهنشوف الصورة على الكمبيوتر عاملة ازاي. خليكم معانا. ده كده السي دي اللي جاي معاه، هنركبه في مكان السي دي روم، وهنفتح البرنامج اللي عليه. كده هنبدأ نفتح الحاجة اللي موجودة على السي دي روم. فتح معانا بالمنظر ده كده، هنقول له لغة انجليش، وهنفتح الاي ام. اول ما فتحناها طبعا هو فتح هنا كده على طول معانا، وهبدأ اتحكم في القطعة دي، ان انا ازوم برضو، انا جايبها على الفاكهة. تمام، لحد ما ما نشوف المستوى التكبير اللي احنا عايزينه. اقدر اكبر دي كده بكل سهولة. اقدر احطها تاني كده برضو على البشرة زي ما احنا جبناها في الاول. اصور تصوير دقيق، اقرب واقدم لحد ما اشوف المستوى اللي انا مستريح له. بص جايب التكبير عامل ازاي. تمام كده، انا جايبه على ايدي، على البشرة وعلى الشعراية. تمام، طبعا هنا في البرنامج بتاعه كذا اوبشن، انت ممكن تسجل فيديو، وممكن برضو تسجل لقطات عن طريق الاوبشن ده او القائمة دي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد. وهسيب لكم رقمي تحت في الفيديو، عشان لو حابين تسألوا على حاجة او تجيبوه منين او الكلام ده كله، هقدر اوفره لكم بكل سهولة واحسن سعر. شكرا.